في ليلة كروية لا تنسى عاد المنتخب البرتغالي بانتصار ثمين من بودابست بعد مباراة مثيرة أمام المجر في تصفيات كأس العالم 2026. تابعوا معنا تفاصيل المواجهة وأهدافها وأبرز لحظاتها الدرامية. بدأت المباراة بحذر من كلا الفريقين، لكن في الدقيقة 21 فاجأ فاركا الجميع بهدف رأسي رائع منح المجر التقدم من نتيجة 1-0. لكن الرد البرتغالي جاء سريعا عبر برناردو سيلفا الذي استغل تمريرة متقنة ليعادل النتيجة وتصبح النتيجة 1-1. في الشوط الثاني تألق رونالدو وكانسيلو، وفي الدقيقة 60 حصلت البرتغال على ركلة جزاء بعد ما لعبوا ضربة ركنية جاءت عند رونالدو، سدد الكرة ولمسة يد المدافع ليسجل رونالدو الهدف ويعطي التقدم للمنتخب البرتغالي، مسجلا هدفه رقم 141 مع المنتخب ومعادلا الرقم القياسي في تصفيات كأس العالم ب 39 هدف. لكن المجر ما استسلمش وعاد فاركا ليسجل هدف تعادل في الدقيقة 84 لتصبح نتيجة 2-2. وقبل نهاية المباراة وفي الدقيقة 86 أطلق جواو كانسيلو تسديدة قوية سكنت الشباك مانحا التقدم والفوز للبرتغال بنتيجة 3-2. البرتغال تتصدر مجموعتها بست نقاط من مباراتين، وأرمينيا في المركز الثاني ب3 نقاط، أما المجر وأيرلندا بنقطة واحدة لكل منهما. أداء رائع من البرتغال وعودة قوية بعد التأخر. هل يستمر رونالدو في تحطيم الأرقام القياسية؟ وهل تواصل البرتغال تصدر مجموعتها في تصفيات كأس العالم؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، وإلى عجبك الفيديو ما تنساش لايك ومتابعة. تهلاو.